السلام عليكم، انا اوسكار. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا اخوان حبيت اثبت لكم بكل بساطه كم انا ذكي. عاد احمد ايه كيف راح تثبت لنا كم انت ذكي؟ اليوم يا اخوان عندنا الغاز غريبه راح نستمتع ونشوف هل احنا نقدر نحل الالغاز ولا لا. قبل لا نبدا شباب لايكاتكم واشتراكاتكم. الحلقه الجايه راح تكون حلقه مرعبه، بس شنو ما ادري لحد الان. يا وغالبا راح تكون يا مقاطع رعب قصيره او مقاطع رعب التيك توك. راح اصور لكم شيء خيالي باذن الله. فقبل لا شباب لايكات واشتراك يلا خلينا نضحك ونستمتع سوا. جايب شباب كالعاده وياي شاي. Let's get straight to it. خلونا نبدا يلا. I'm really sorry. Just yeah. شباب الالغاز من قناة عشاق التحديات. نعم ليتس جو. متحمسون للعب؟ نعم. اوه سهل ومتوسط وصعب وعبقري. طبعا شباب لو عجبكم راح اكمل. انا راح العب اليوم سهل ومتوسط، يعني احتمال، ولا راح العب بس سهل وعبقري والله ما ادري. يعني خلينا نجرب، خلينا نشوف الالغاز سهله صعبه. خلينا نجرب. انا ذكي، انا ثاقب روحي، يعني انا ما اهتم. خلينا نشوف. بسم الله يلا ابدا يلا حبيبي ابدا. المستوى السهل. اوكي. اين توجد حاسة الشم عند الثعبان؟ في لسانه. اللسان. دايم تحياتنا للثعبان. دايم شباب والله الثعبان عنده الجلد والفم واللسان، لكن اللسان هاي ايزي شباب. يعني من زمان انا شباب خبرة بامور الحيوان، صح ولا لا؟ بالضبط شباب، يعني خبرة امور الحيوان هاي عندي انا من زمان شباب، قوي بيها. بس يعني ما احب اتكلم عن هذا شيء. يطلق عليه السم الابيض. السم الابيض اللي هو هو السكر ولا الملح؟ السم الابيض اتوقع الملح. خلينا نقول الملح، لانه الملح شباب لو تكثر شوي جي عكس السكر. والله هو غالبا الملح صح. اخوه توم شباب طلع. يا شباب احس هذا السؤال غبي يا اخي. السكر والملح اثنينهم شباب المفروض يطلقون عليهم السم الابيض. اثنين يجلطوك ماكم وعدهم مزح. يلا ما يخالف اللي بعده. ايهما علم دولة السعودية؟ اللي بي سي اف شباب. ليش يشككوني؟ اوه ماي جاد ليش الاسئلة غريبة؟ اللي بي سي اف. اي اخيرا يا شنو السالفة؟ صادق دائما ولكن اذا جاء كذب. الحلق اللسان صح. صادق دائما. ايوه اللسان شباب اللي هو احنا اللي ناكل المفروض. الساعة. واحد فهمني شلون؟ واحد يفهمني ايش دخل يجوع؟ والله ما ادري شباب. بدا مخي يهج من البداية. مخي يهج من السؤال الخامس. لأي دولة ينتمي هذا؟ ألمانيا يا اخي. هاي الاشياء انا مستحيل، يعني ما شاء الله تبارك الله. هاي ألمانيا ايزي. شباب اكتبوا لي بالتعليقات وين وصلتوا، يعني شنو قدرت تحلون يعني. يي اوكي. ألماني سهل. حلو اللي بعده. حيوان مائي يمتلك 3 قلوب. الأخطبوط. خبوطي هو هذا. لا مو الأخطبوط. يا رب ينفجر المكان. من الأخير شوفوا الثقة وين وصلت. في أي دولة يقع نهر النيل؟ مصر. وإذا مو مصر يا رب تنفجر العمارة هالمرة. شوية نصعب الأمور على أنفسنا. إيزي مصر، مع احترامات المغرب والجزائر، لكن لا بس ايزي مصر. ايزي شباب ايزي صراحة سهل جدا انا اشوفه. اوكي. ما هو الحيوان الذي ينام وعيناه مفتوحتان؟ حلوين. ما في حيوان من بين الاسد والفيل ينام وعيونه مفتوحة، فما في الا الدولفين، لانه هو اصلا بالماي ما راح يغمض عيونه. يا اخي بنقول لكم اينشتاين صاحبي الصدوق، ما حد يصدق صاحبي الصدوق. اوجد الايموجي المختلف. اوكي شنو هالايموجي هذا الغريب؟ هذا خوخ. حلو. هذا احمر زياده عن اللزوم. هذا شباب اشرت لكم عليه بالماوس. هو هذا برا. تحدياتكم سهله. استغفر الله. ما هو اعلى الجبل في ايفرست. والله ايزي شباب، اقسم بالله ايزي. والله ايزي شباب، تو ماتش. مستحيل. سهلة جدا شباب. راح انتقل من الصعوبة السهل الى الى العبقري على السريع بدون نقاش. المستوى المستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا المستحيل بدون اي نقاش. يلا اوجد الايموجي المختلف. تمام انا خبرة. وقف شوية بالايموجي لو سمحت. خليني ادور لكم على ايموجي مختلف. ادي الموضوع شباب. اي شباب هذا مختلف شباب. هذا واضح، يعني حتى ما بي مثلا صعوبة. هذه بالنص. واضح انتم والفار مالتكم واضح. اوكي شباب، اين يقع برج العرب؟ هذا برج العرب بالسعودية صح ولا
الكويت الامارات، وبالسعوديه او الامارات. الكويت ما لها دخل. السعوديه ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. برج العرب ولا الامارات؟ الامارات. والله حسيت، اقسم بالله حسيت. يلا ما يخالف ما يخالف. ما هو علم دولة السودان؟ رقم 1 ايزي والله ايزي. قال لي بس ما نكمل. قال لي بس هذا اللي اعرفه له يا شباب. شنو هذا؟ لا هذا مو سوداني يا احمد، ولا كلمة. ايهما العلم الصحيح للاردن؟ باء شباب سهلة والله. هذا عبقري، معقولة هذا عبقري ولا جمبري؟ ما مستحيل هذا عبقري شاب، مستحيل والله مستحيل. سهلة جدا. It's very easy or I'm very smart. حيوان من أسمائه الغضنفر. أوكي وقف. حيوان من أسمائه الغضنفر. شنو الغضنفر هذا؟ إيه بدينا يعني أشياء من هاي. شنو الغضنفر؟ أنا أعرفه الأسد. هواي له اسم بس ما أتوقع الغضنفر. أسد مثلا يسمونه حسام، أبو لبدة، ابو سعدون، هاي اسماء الاسد. ابو جبار، هاي اسماء الاسد. بس ما اتوقع الغضنفر. الكلب شلوبي، كلكوبي، كليب. فهمتوا؟ ما فما الجمل والغضنفر. ما ادري شنو يعني الغضنفر، بس روح ويا الجمل واللي يصير. مشكلة الاسد عنده كثير اسماء، خاف واحد من عندهم 300 اسم الاسد. شكل الجمل راح اثبت على الجمل، راح اثبت. والله حسيت شباب انا يا اخي غبي. احمد انت حاسس بشي، روح وياه. ليش تتفلسف؟ يلا ما يخالف. شجر يسميه الناس قاتل ابيه. النخيل، الموز، البرتقال. شنو قاتل ابيه؟ قاتل ابيه، هاي صعبة صراحة. هل هو النخيل؟ يعني الموز ليش يقتلبوه؟ الموز يقتلبوه. السؤال ليش يا اخي ما جاي افهم. ما هي العملة المستخدمة في السعودية؟ الريال. هاي سهلة صراحة، يعني صراحة هاي سهلة جدا، يعني حتى ما اشوف بيها تحدي. ديم وصلت لهذه المرحلة احمد؟ اي والله. ما هو البحر الوحيد الذي لا يوجد به اسماك؟ البحر الميت، لانه هو ميت، انتهى الموضوع. البحر الميت ليش؟ لانه شاب نسبة الملوحة فيه عالية، يعني السمك اول ما يدخل يودع الملاعب من اول دقيقة، لانه ملوحة قاتلة. تحياتنا للعبقري احمد اذا شوف الفيديو. اوكي، ما هو شنو الطائر الوحيد الذي يميزه اللون الازرق؟ يميز اللون الازرق، يشوف الازرق. صبروا. البومة تشوف الليل. الغراب ما اعرف عنه اي شيء صراحة، بس صوته المزعج. النعامة ما راح اروح ويا البومة. ليش؟ بالله شوفوا لي وقفة البومة، شوفوا وقفة البومة، يعني وقفة واحد خبرة بكل شيء. فليش نتفلسف؟ نروح ويا البومة. والله اقسم بالله تحياتنا للبومة. سؤال هذا الفيديو للاساطير، خلينا نشوف انا اسطورة ولا لا. شيء يقرصك دائما لكنك الجوع. والله اي والله الجوع. بطني الجوع والله. جعت حتى. بشا انتم متخيلين ان الفيديو خلص؟ وربي احمد شعرك هاج، هذه اكبر من هاي. ديم انا وين راح اوصل؟ يعني شباب انا صراحة يعني شعر جدا كبير، ويلا دخلته بالشبكة، فتعبان جدا. فبشا وصلنا نهاية المقطع. مثل ما شفت شباب قلت لكم عقل، بس ما حد صدقني انه انا مخ. إذا عجبكم المقطع شباب وتردون مقاطع ثانية مثل هذه الألغاز والتحديات، كتبوا لي بالتعليقات. هذه بوسة مني لكم، أراكم لاحقا بفيديوهات أفضل وأمتع إن شاء الله. سلام عليكم.